ازيكم يا حلوين؟ جايه لكم النهارده باجابه سؤال مهم جدا: ازاي نعمل قلب صغير بالكروشيه. انا لو هرشح فيديو واحد بس للمبتدئين او حاجه واحده للمبتدئين يعملوها في البدايه وهم لسه بيتعلموا، علشان برضو تبقى انجاز او حاجه احنا عملناها، هرشح الفيديو ده. في الفيديو ده انا هعلمكم ازاي نعمل القلب ده بمنتهى البطء وبمنتهى السهوله، بالذات للمبتدئين. يلا نشوف انا استخدمت ايه وان شاء الله يطلع معاكم على طول. ايه الادوات اللي هنحتاجها؟ حرفيا محتاجين خيط وابره بس، مش محتاجين اي حاجه تانية. انا استخدمت خيط اليزا اكريليك وابره رقم 4.5. انا عايزه انوه على حاجه، ان حجم القلب بيتحدد على حسب نوع الخيط. يعني ال4 قلوب اللي انا عاملاهم ورا في الخلفيه دول عاملاهم تقريبا ب4 خيوط مختلفين، وزي ما انتم شايفين احجامهم مختلفه. يلا على طول نبدا. اول حاجه محتاجين نعمل الدايره السحريه، وهي ان احنا بنثبت الجزء الصغير على صوابعنا كده ونثبته بصابعنا الكبير، ونلف الجزء الطويل على صابعنا الاتنين. الاكس دي لازم تتكون معانا علشان تطلع مظبوطه. هنلف صابعنا هنلاقي فتلتين، هندخل الابره من تحت اول فتله ونسحب الفتله التانية، بس مش هنشدها على بره خالص، هنمسكها بالشكل ده ونلفها، وبعدين نقوم واخدين سحبه من الخيط الطويل اللي احنا كنا مسكناه بصوابعنا، ونقوم مطلعين الخيط ده من الحلقة اللي معانا على الإبرة. تمام كده تبقى اتكونت الدايرة السحرية. وبرضو أنا كنت عملتها بطريقتين مختلفين معاكم، لو الطريقة التانية بالنسبة لكم أسهل نفذوها. طيب في الأول احنا محتاجين نعمل 4 سلاسل. الحلقة اللي أنا عملتها دي أو السلسلة اللي أنا عملتها دي هعتبرها أول سلسلة، يبقى أنا محتاجة أعمل 3 عليها. تمام، أنا كده عملت 4 سلاسل. اول غرزه مفروض نعملها في القلب هي غرزه عمود بلفتين، اللي هي بناخد لفتين معانا على الابره وندخل جوه الدايره ونسحب سحبه من الخيط، بقى معايا 4 لفات على الابره. هقوم واخده لفه من الخيط واطلع من 2، وبعدين اخد لفه واطلع من 2، وبعدين اخد لفه واطلع من 2. محتاجين نعمل 3 غرزه عمود بلفتين. انا كده عملت واحده، يبقى باقي لي 2. هكرر نفس العمليه تاني. يبقى اخدت لفتين وبعدين دخلت جوه الدايرة، اخدت لفة، بقى معايا 4 لفات، اطلع من 2، وبعدين اطلع من 2، وبعدين اطلع من 2. كده باقي لي واحدة غرزة عمود بلفتين. وكده نبقى خلصنا 3 غرزة عمود بلفتين. الخطوة الجاية 3 غرزة عمود بلفة واحدة، وهي ان انا باخد لفة على الابرة وادخل جوه الدايرة، اخد لفة اطلع من 2، وبعدين اطلع من 2، يبقى هي لفة واحدة بس. تمام. طبعا الغرز دي بالتفصيل انا كنت عملتها معاكم في فيديوهات قبل كده، فلو حد لسه مبتدئ قوي او لسه بيتلخبط فيهم تقدروا تتفرجوا على الفيديوهات، هتفيدكم جدا. يبقى انا كده عملت 3 غرزة عمود بلفتين، 3 غرزة عمود بلفة واحدة. الخطوة الجاية دلوقتي ان انا هعمل غرزة واحدة عمود بلفتين، واحدة بس. اطلع من 2، اطلع من 2، واطلع من 2. تمام كده اتعمل معانا نص القلب. كل الخطوات اللي احنا عملناها هنعكسها. هنعمل 3 غرزة عمود بلفة واحدة الأول، وهي ان انا اخدت لفة على الإبرة، دخلت جوه الدايرة، سحبت سحبة من الخيط، وبعدين طلعت من 2، وبعدين طلعت من 2. وكده هعمل آخر واحدة غرزة عمود بلفة واحدة. تمام، كل ما نلاقي ان الدايرة وسعت نشدها كده، عشان هي دي اصلا هتظبط معانا شكل القلب. الخطوة الجاية ان احنا نعمل 3 غرزة عمود بلفتين زي ما بدأنا. غرزة العمود بلفتين اللي هي بناخد معانا لفتين على الإبرة، ندخل جوه الدايرة، ناخد لفة، بقى معايا 4، نطلع من 2، وبعدين نطلع من 2، وبعدين نطلع من 2. كده آخر غرزة عمود بلفتين معايا. تمام، 2 نطلع من 2 ونطلع من 2. تمام. الخطوة الجاية بقى وهي ان احنا نعمل 4 سلاسل في النهاية زي ما بدأنا. ايوه، بعد ما عملنا ال4 سلاسل دول هندخل جوه الدايرة ونقفل بغرزة منزلقة. تمام. نيجي بقى للخطوة الأهم اللي هي أصلا بتبين شكل القلب معانا، وهو إن احنا نشد الخيط القصير ده علشان نقفل الدايرة خالص، نشدها قدر الإمكان. وزي ما انتوا شايفين القلب طلع معانا بعد لما شدناها، كل ما نحس إن هي وسعت كل ما نشدها أكتر.
الخيط الطويل بتاعنا ده بقى هنقصه بالشكل ده، ونجيب الإبرة ندخلها كده في الحلقة دي ونشدها لبره. بس كده احنا قفلناها كويس. زي ما قلت لكم الدايرة كل ما توسع نضيقها، كل ما توسع نشدها، وكده القلب يبقى خلص معانا. الخيطين اللي في الظهر دول هنربطهم في بعض كويس، بس عقدة او عقدتين علشان نتأكد ان هما مش هيفكوا تاني. بعد ما نربطهم نقدر ننضفهم بإبرة التنظيف او نقدر نقصهم وخلاص، يعني براحتكم. هما كده كده اصلا هيبقوا في الظهر ومش هيبقوا باينين. نظبط شكل القلب كده، وبعد ما نربطهم كذا ربطة نقصهم او نداريهم بإبرة التنظيف. انا اوقات بعمل كده واوقات بعمل كده، وبكده نبقى خلصنا قلبنا. تعالوا بقى اديكوا شوية افكار فممكن نستخدمه في ايه. اول حاجة ممكن نحطه في كليبس ونحطه في شعرنا زي كده، او ممكن نحطه على جوانتي كتزيين، او ممكن نستخدمه كميدالية، او برضو نحطه في ظهره مغناطيس ونعلقه على التلاجة كتزيين. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. اكتبولي في الكومنتس ايه الحاجة اللي نفسكم تتعلموها علشان اعملها لكم الفيديو الجاي. لايك وفولو ونورتوني.